السلام عليكم. النهاردة هنعمل بروست البيك بكل تكاته وحركاته. صلوا على النبي وتابعوني. هننزل بطبق فاضي ونحط فيه التوابل بتاعتنا، بابريكا، جنزبيل، فلفل اسود، كمون، بصل بودر، توم بودر، كاري وكركم وملح. وبعدين هنجيب فرخة ونكون غسلينها كويس قوي ونبدأ نقطعها لقطع صغيرة، زي ما انتوا حابين، بس الأحسن تقطعها قطع صغيرة عشان تستوي معاك بسرعة. وهنجيب بقى طبق صغير غويط كده وننزل فيه بالهوت صوص بتاعنا اللي هو أي صوص حار عندكم، معلقة كبيرة بابريكا، ونقلبهم كويس قوي لأن هي دي التكاية اللي هنحقن بيها الفراخ بتاعتنا عشان توصل التتبيلة زي في فراخ البيك، بتبقى السبايسي بتاعها واصل لحد جوه في الفراخ. طبعا انا كنت عايز اجيب ابرة اكبر من كده عشان سنها يكون اكبر من كده، بس هي الحقيقة ما لقيتش غير دي. فعادي انتوا باللي موجود عندكم، اهم حاجة يكون السن تخين عشان التتبيلة تنزل في الفراخ كويس. وبعد ما خلصنا حقن كل القطع اللي موجودة بتاعت الفراخ عندنا، نبدأ نعمل نشرح كده كل قطعة فراخ عشان تستوي كويس، والتتبيلة اللي احنا هنحط فيها الفراخ توصل كمان لكل الفراخ. بعد ما خلصنا نبدأ نجيب التوابل بتاعتنا اللي احنا حطيناها في الطبق، نبدأ ننزل بيها في حاجة غويطة ونحط عليها كوباية من اللبن، ونقلبها كويس قوي عشان كل التوابل اللي موجودة تدوب مع اللبن. وبعد كده ننزل بشوية صغيرين قوي خل، ممكن نص معلقة خل. وبعد كده ننزل بالتتبيلة بتاعتنا كلها على كمية الفراخ اللي هنحطهم في التلاجة. براحتكم بقى، انا عن نفسي حطيتها لمدة 24 ساعة عشان التتبيلة، الفراخ تبقى متبلة كويس قوي. عايزين شقلب وقلب ساعتين قشطة برضو يعني. وبعد كده في حاجة غويطة بقى نبدأ ننزل بالدقيق بتاعنا، كوبايتين دقيق عليهم نص كوباية نشا. وبعد كده نحط عليه نفس التوابل اللي حطيناها على الخلطة بتاعت الفراخ، نص كوباية بقسماط براحتكم. ونبدأ نقلب كل المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. وبعد كده ناخد قطع الفراخ بتاعتنا وننزلها في الدقيق، ونكون محضرين حاجة غويطة فيها مية ساقعة عشان ننزل فيها. ناخد القطعة الفراخ ننزلها في الدقيق ونقلبها كويس قوي، وبعد كده ننزل بيها في المية، وبعد كده نرجعها في الدقيق قوي ونقلبها كويس قوي في الدقيق عشان تعمل الطبقة اللي على الوش دي اللي هي بتبقى مقرمشة. ولازم المية الساقعة. وبعد كده نبدأ نطبق كل الخطوات دي على كل قطع الفراخ اللي عندنا. فقدان قطعة الفراخ بعد ما يعني اتعملت في الدقيق كده حاجة عظمة، تحس ان قطعة الفراخ كده ايه، فخمة في نفسها. بعد ما خلصنا كل قطع الفراخ خلاص حطيناها كلها في الدقيق، هنبدأ نجيب حلة ونحط فيها زيت كتير يا جدعان، ده تسيبوا الزيت ده يسخن قوي. بنبدأ ننزل بالفراخ في الحلة، وبنسيبها تقريبا حوالي 15 دقيقة تقريبا، 13 دقيقة حاجة زي كده. المهم ان احنا ايه، بنبص عليها على طول بحيث ان هي ايه يا دوبك تاخد اللون الذهبي بتاعها. وطبعا عشان احنا مقطعينها صغير، فالفراخ هتبقى مستوية كلها والطبقة هتبقى مقرمشة وحلوة جدا. نبدأ ننزل بكل قطع الفراخ، مش كلها، حاولوا على قد ما تقدروا ما تحطوش فراخ كتير عشان ما تبقاش فوق بعض. يعني حطوا مثلا على حسب حجم الحلة بتاعتكم، تحطوا 3 قطع 4 قطع على حسب حجمها، عشان الفراخ ما تبقاش محطوطة فوق بعض وتستوي كويس. ودي الفراخ بعد ما طلعتها من النار، واخدة لون ذهبي ومقرمشة جدا. مش عايز اقول لكم طعمها روعة، لازم تجربوها. بس كده احنا خلصنا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي جديد بننزله. شكرا.